السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال ان شاء الله. معانا في وصفة النهاردة هنعمل قرص بالزبادي خطيرة جدا يا جماعة، هشة وطرية وفي منتهى الجمال. معانا في المقادير هنا 2 كيلو دقيق، نخلناهم كويس قوي. ومعانا كوبايتين سكر عشان احنا الاولاد بيحبوها مسكرة شوية. وهيبقى معانا طبعا انا مخمرة زبادي من امبارح كيلو لبن او من الصبح مثلا وغليته وحطيت كوبايه زبادي صغيره وضربتهم مع الحليب كويس قوي، وركنتهم في فرن البوتاجاز لحد ما خمروا، لحد ايه المغرب كده كانت اتعملت زبادي معانا في الكنكه كده زي ما انتم شايفين. تمام. وهيبقى معانا معلقتين خميره كبار، كيس بيكنج باودر، كوبايه سمنه اي نوع بقى عندكم. تمام. ومعانا كوبايتين سكر زي ما انتم شايفين كده، كوبايه كبيره وكوبايه صغيره، وكيس البيكنج باودر. وطبعا انا نخله الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وحط عليه ذره ملح. هننزل عليه بقى دول 2 كيلو دقيق اللهم بارك، هننزل عليهم بكيس البيكنج باودر كده زي ما انتم شايفين. وهيبقى معانا لكل كيلو معلقه خميره كبيره. تمام. هنحط معلقتين خميره، طبعا انا الخميره بتاعتي دي عارفاها ومعايا بقالها كتير ما شاء الله وجميله جدا، يعني ايه واثقه منها يعني، وانا عملتها معاكم قبل كده في وصفات كتير فكانت حلوة. هننزل كده بالسكر على الدقيق، كله على الدقيق، المواد الجافة كلها على الدقيق، الخميرة، البيكنج باودر، السكر. تمام. هنقلب كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين. والله يا جماعة قرص هشة وطرية، وتابعوني وهتعرفوا سر الهشاشان والطراوة بتاعتها مع الفيديو ان شاء الله تعجبكم وريحتها كده بتجيب اخر الشارع من جمالها. القرص الزبادي دي بتبقى طرية جدا يا جماعة، وبتبقى هشة وفي منتهى الجمال. احنا بنقلب كده بقى دي بكل المكونات اللي احنا نزلنا بيها. طبعا كيلو ده كيلو حليب زي ما انا قلت لكم، حطينا عليه كوباية زبادي صغيرة. بعد ما غليناه وسبناه يهدى كده شوية يهدفي، ضربنا كوباية الزبادي في قلبيه وغطيناه وسبناه في مكان دافي لحد اخر النهار كده او بالليل، لما حد ما راب معانا وبقى زبادي هنعجن بيه بقى زي ما انتم شايفين كده. بعد ما قلبنا كل المواد الخام او الجافة، هننزل بقى بالزبادي بتاعتنا كده. طبعا احنا الدقيق على حسب ما ياخد معانا ميه، او لو الزبادي استكفت بالدقيق خلاص مش هنزود ميه. تمام. احنا خدنا شويه ميه صغيرين خالص، في حدود يعني ايه كوبايه ميه صغيره كده. تمام. لو انتوا بقى هتزودوا كميه، هتزودوا كميه الحليب في الزبادي. يعني مثلا لو هتعملوا مثلا 3 كيلو ولا حاجه، برضو هتزودوا هيبقى كيلو ونص حليب، وبرضو تشوفوا وكملوا بقية العجن بمية. هننزل بكوباية السمنة كده زي ما انتم شايفين، اي سمنة عندكم بقى واي زبدة، كوباية واحدة بس. ودي ميزة الوصفة انها ما بتاخدش معانا سمنة كتير. تمام. هنبتدي بقى نعجن زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. لو الزبادي استكفت بالدقيق خلاص مش هنزود حاجة تاني، وهيبقى ايه مستكفين بس بالايه بعجن الزبادي مع الدقيق. مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة والجمال والطعامة. دي القرص دي انا بعملها من زمن الزمن صراحة لاولادي، وكانت برضو حماتي رحمة الله عليها هي اللي معلمهاني برضو. يعني الواحد ما ينكرش فضل حد عليه. والدتي الله يرحمها علمتني حاجات، ولما اتجوزت اتعلمت برضو من حماتي حاجات يعني، ودي من ضمن الحاجات اللي هي علمتهاني برضو. فانا كنت بعملها للاولاد على طول، يفطروا منها يتعشوا منها. حاجة كده اللهم بارك خير في البيت فعلا. طبعا بقى ايه العجن بقى ما وثقوش. بصوا بقى هي كده، كان لسه في دقيق معانا، هنحتاج شوية مية. ننزل حبة بحبة كده يا جماعة، احنا عاوزين العجينة لا تبقى ماسكة قوي ولا طرية قوي. هي كده كده الزبادي بتطري اي حاجة معانا. عرفتوا بقى تعملوها ازاي؟ وشكرا لدعمكم وشكرا لكلامكم الجميل، وكل اللي اشترك في قناتي وكل اللي هيشترك
وكل حبايبي القدام اللي معايا متشكرة جدا 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 لكلامكم الطيب الجميل، وكل الحب من قلبي وتحياتي لحضراتكم جميعا والله العظيم. كده انا كنت عجنت في العجينة بقى لمدة 10 دقايق بالظبط، يعني انا فصلت الكاميرا وخدتها وقعدت عجنتها لمدة 10 دقايق لحد زي ما انتوا شايفينها كده العجينة بقت ناعمة معانا. هنسيبها بقى شوية كده تخمر حبة صغيرين، وبعد كده يعني في حدود ساعة كده نص ساعة تكون خمرت معانا. نبتدي بقى نرجع ونشوف هنكمل بقية الفيديو ازاي. كده كان ابتدت ايه، يعني ما سيبناهاش خمرت للاخر، عشان طبعا احنا لسه هنخمرها مرة تانية بعد الايه، بعد التقريص. طبعا العجينة زي ما انتم شايفين زي الملبن في ايدينا، جميلة جدا. حطيت شوية زيت في ايدي عشان ايه، هي بتلزق بسيط كده. انا هبتدي اقرصها، اعملها حجمها صغير، قرص صغيرة مش عاوزاها كبيرة قوي، قد البرتقانية الصغيرة كده زي ما انتم شايفين. وطبعا انا كنت حاطة في الصواني اللي هدخلها الفرن كنت مسحها بمسحة زيت بسيطة. تمام. بصوا كله قد بعضيه، عاوزين تصغروا وتكبروا براحتكم على حسب بقى ما انتوا عاوزين. وما شاء الله اللهم بارك، ال2 كيلو دول رمولنا كمية حلوة، يعني طلعوا لنا كمية كويسة قوي، يكفوكوا حبة حلوين برضو للأولاد وكده. وتفرزون بقى في أكياس تلاجة في الديب فريزر، وتطلعوا بقى ايه قبل ما تفطروا كده بساعة ولا حاجة، تطلعي وتسيبوهم يفكوا بره، هترجع كأنك لسه عاملاها صبحة بالظبط. بصوا كده احنا سيبنا مسافات ما بين كل ايه، ما بين كل قرصة والتانية، عشان ايه طبعا احنا لسه هنفرد. انا طبعا وريتكم دي صينية واحدة بس من اللي انا عملتها، وبعد كده كملت انا بقية الايه الكمية مع نفسي. فردناها كده نص فردة، فردة بسيطة كده عشان هي لسه برضه هتخمر. تمام. وصفة جميلة يا جماعة وسهلة والله، ما فيهاش اي افتكاسات ومش صعبة، واي حد مبتدئ يقدر يعملها القرص دي. وجربوها وشوفوا جمالها، خمروا اللبن واعملوه زبادي واعجنوا بيه، حاجة كده اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. وطبعا احنا عشان بنحبها مسكرة، انتوا عاوزين تقللوا السكر هتحطوا معلقتين سكر، نص كوباية سكر، على حسب ما انتوا عاوزين. في ناس بتحبها عادبة خالص ما فيهاش حاجة، بس لازم سكر عشان ينشط الخميرة وايه وترتفع وتعمل ايه الخمر معانا. عفوا. درجة الحرارة بقى بتاعة التسوية انا كنت مسويها صراحة مش في فرن البوتاجاز، في فرن الكهرباء. طبعا كان على درجة 250 من فوق ومن تحت، على اعلى درجة. طبعا بتاخد بقى ايه التسوية مظبوطة وهتشوفوها في الاخر. كده كنا خلصنا اول صينية. بصوا بقى القرصة قد ايه، ولسه ما شاء الله هتكبر معانا مع الخمر. كده كانت خمرت معانا بالمنظر ده لتاني مرة. بصوا ما شاء الله خطيرة وناعمة وجميلة. هنبتدي بقى ايه، طبعا انا كنت ايه حاطة جزء في المطبخ وجزء برا عشان كنت بسوي في الصالة. ودي كانت الصينية اهي من ضمن الصواني اللي بسويها. كان خلاص بقى ايه وشها بيحمر وبوريها لكم. طبعا الفرن على اعلى درجة زي ما انتم شايفين 250، وده كان الشكل النهائي ليها. اللهم بارك، قرص تحفة هشة وطرية وجميلة والتسوية رائعة. بألف هنا وشفا. متنسونيش بقى تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة، وتشاهدوا الفيديو للآخر وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وده كانت وصفتنا النهاردة قرص الزبادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.